مرحبا بكم في قناتكم ماروك نيوز. إليكم أبرز العناوين. قطارات مغربية الصنع قريبا، ما هي الخطط الطموحة لتوسيع السكك الحديدية؟ قبل ما نبداو في التفاصيل ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو باش توصلوا بأي جديد. يستعد المغرب للدخول إلى مجال تصنيع القطارات عبر إنشاء مصنع لإنتاج عربات السكك الحديدية بهدف تزويد المكتب الوطني للسكك الحديدية باحتياجاته والتصدير إلى دول إفريقيا. هذا ما أعلنه وزير النقل واللوجستيك خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأخيرة في مجلس النواب، وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية المغرب لتعزيز قدراته الصناعية في قطاع النقل والتقليل من الاستيراد وتطوير صناعات موجهة للتصدير لا سيما إلى الأسواق الإفريقية، حيث يسعى المغرب لتعزيز حضوره الاقتصادي. ويهدف المصنع إلى تلبية متطلبات المكتب الوطني للسكك الحديدية الذي يطمح لتوسيع شبكة القطارات، خاصة من خلال دعم خط البراق السريع. يذكر أن المغرب يمتلك أسرع قطار في إفريقيا يربط طنجة بالدار البيضاء في غضون 2.5 ساعات، وهناك خطط لتمديد هذا الخط إلى مراكش، مما يعزز من مكانة المملكة في مجال النقل بين المدن الكبرى. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود المغرب لترسيخ مكانته كمركز صناعي إقليمي ونقل التقنيات المتقدمة إلى الأسواق الإفريقية، مما يفتح آفاقا جديدة للتنمية الصناعية والتجارية. ويعد المصنع الجديد إضافة نوعية للصناعات التحويلية المغربية، حيث يسهم في تعزيز استقلالية الصناعة الوطنية في هذا المجال الحيوي، ويدعم مساعد التكامل الاقتصادي مع دول القارة الإفريقية.